الاسبوع اللي فات كان استضافنا الدكتور عمرو خالد، وكان طرح الحقيقه مبادرته من خلال برنامج 48 ساعه اللي هو انترنت خالي او نظيف من كل الشوائب الحقيقه. وكانت فكره رائعه جدا، لان الدكتور عمرو خالد بيشتغل في المنطقه بتاعت الشباب اللي كل الجهات بعيده عنها تماما. الحقيقه اللي يدخل على الانترنت هيشوف كوارث وبلاوي محدش واخد باله منها. قاعدين نتكلم عن الفضائيات وبرامج التوك شو والصحف، في عالم تاني موجود على الانترنت والفيسبوك وتويترز وكل المسألة دي كلها. عمرو خالد الحقيقة كان طرح من خلال هذا البرنامج مبادرته، وفي خلال الفترة دي تقريبا انضم يعني شارك فيها يمكن أكتر من 100,000. أنا معايا على التليفون على طول الدكتور عمرو خالد. مساء الخير يا دكتور عمرو. اهلا وسهلا استاذ سيد، اهلا بيكي يا استاذه هناء. اهلا بحضرتك يا دكتور. اخبار شير في الخير ايه يا دكتور؟ والله اولا انا سعيد ان المبادره دي انطلقت من 48 ساعه، ودي الحقيقه اول مره تتحرك كانت من برنامجكم، ولذلك انا فرحان ان بعد اسبوع من ايديكم بنقول ان انترنت بلا فتنه اللي شعاره شير في الخير حقق شويه حاجات في الاسبوع. اول حاجه احنا الان وصلنا ل 200,000 شاب وفتاه ما شاء الله سجلوا وبعتوا لنا، وبداوا يبعتوا انشطه، وبداوا يصوروا نفسهم يقولوا نرفض الفتنه، بداوا يبعتوا للمواقع السيئه، ودي شيء انا ما كنتش متوقعه. يقولوا لهم من فضلك ما عدتش تبعت لي تاني اي اخبار على الصفحه بتاعتي، انا مش عايز استقبل منك حاجه. بدا بعضهم يعمل ديليت ويمسح من عنده، وبعت قال لنا انا مسحت كذا وكذا وكذا. من الاشياء الجميله ان بدات مطاعم دليفري اللي بتتعامل عن طريق الانترنت تبعت اللوجو الله الحمله وتقول للناس اللي عايز يشتري مننا عن طريق الانترنت لازم كمان يخلي باله انه ما يشاركش في الفتنه. لولا ان مش عايز اعمل دعايه كنت قلت لكم، لان هي لا اعمل في ده اعمل اللي انت عايزه يا دكتور. اتفضل. عندي خبر تاني جميل، ان في نجوم كبار سجلوا لحملة انترنت بلا فتنة، وهتنزل تسجيلاتهم يمكن بكرة وبعده. كابتن احمد حسن كابتن المنتخب، داليا البحيري، مجموعة من الفنانين، مجموعة من الرياضيين، كابتن. ودول كمان هيجتذبوا اكتر، يعني هيجتذبوا شباب اكتر من محبيهم طبعا. الشيء الثاني الجميل ان شركاء الحملة الان يعتبروا اكبر 7 مواقع او من اكبر 7 مواقع موجودين على شبكة الانترنت في مصر. موقع مصراوي، وموقع يلا كورة، موقع اليوم السابع، موقع الفن، موقع في الجول، موقع اقباط متحدون، موقع عمرو خالد .نت، وعمرو خالد بيج على الفيسبوك، موقع كمان مهم قوي موقع بوابة الشباب التابع للأهرام. ودي يمكن أول جهة رسمية تابعة للجريدة في الأهرام تدخل معانا شريكة في الحملة. لو تاخد بالك من أسامي مواقع الشركاء، ومعنى كلمة شركاء إن كلهم منزلين لوجو الحملة، ومنزلين العداد، ومنزلين مادة علمية ثقافية عن خطورة التحريض على الفتنة بين المسلمين والمسيحيين. لو بصيت على أسماء الشركاء هتلاقي إن هم متنوعين جدا. مصراوي ده موقع متنوع. طبعا كلنا عارفين الفرق بين يلا كوره وفن والشباب واليوم السابع، في تنوع غير عادي، وده يحسب ليك يا دكتور عمرو. الحقيقه انت بتعمل حاجه بتدرسها بشكل جيد جدا، كل التقدير ليك، واحنا متابعين معاك، واي حاجه عايز تعملها في الحمله احنا معاك على طول، واعتبرنا احنا من المساعدين بالنسبه لكم في هذه الحمله. سيد انا بعتبر حضرتك ومدام هناء 48 ساعه فعلا الرعاه اللي على الفضائيات ده يشرف برنامج 48 ساعه دكتور عمرو. ربنا يخلي حضرتك، واحنا جاهزين لاي حاجه في هذا الاتجاه، شير في الخير او انترنت بلا فتنه. بنشكر شكرا جزيلا الدكتور عمرو خالد.